الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث صفات مهلكات، بمعنى تهلك العبد أمام المولى تبارك وتعالى في حياته وبعد مماته. ثلاث مهلكات: أولا شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الإمام الطبراني بسند صحيح. في هذا الحديث أعطى لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علاجا شافيا، بلسما شافيا لأمراض النفس البشرية، فقال: ثلاث مهلكات، ثلاث صفات إذا تحلى بها، إذا دخلت هذا الجسم النحيف، هذه الصفات أهلكت هذا الأخير في هذه الآفات الاجتماعية. فذكر أولا شح مطاع، الشح. ثانيا ذكر اتباع الهوى، هوى متبع. ثالثا إعجاب المرء بنفسه، بمعنى الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نشرح أيها الإخوة الكرام إن شاء الله جل وعلا يوم الحديث ذا مشطوح ديال الألفاظ، ذا القرآن هي المعاني والعبر والأحكام. قال مشرح النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث الصفات، ما قلنا تواضع الصمت، ما قلنا إسعاف تلعب فيه السلام، يسود في نفس الخصال النير أسهل كانت، الخصال النير السفرانتي وفريد، الخصال النير والشجاعة تاعنا هي العباد في الله رب العالمين جل وعلا. ثلاث مهلكات، ثلاثة الآفات الهلكت في هذا. وكل أولا الهلاك نستعمل ملايين الإنسان يوضع في فلان يهلك، نستعمل ملايين الإنسان ثقافي كونيف، أسكني تواهلك، بمعنى ثقافي فلاس المصيبة وهو اسمها. النبي صلى الله عليه وسلم عن الشبه الصفات هذه يبين خدين إلى الصفات التي تساوي الهلاك من هذا. أتهلكت أذ يستوعب الطاعة، أتهلكت أذ يفقد له السعادة، أتهلكت أو تغلط في المكان ينس الرب العالمين أولا، وليفقد الإنسان المكان ينس المجتمع العباد وكل يسعيشين. الخصلة المسؤولوث بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشح. الشح أيها الإخوة الكرام زيوت الآفة إلا ضد القناعة. العقيدة الشائع زيوت الآفة يتمشى بين نظام قبل البخل. صديون العبد النساء لما عمل الشاحيح ذي الماحيح
أتى يوم العبد ويسعى ولكن يتسع ونيس يتشر ونيس للخير يتشر ونيس للحلم دائما حتى رب العالمين بالحديث القدسي إن أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد وأكره ثلاث وكرهي لثلاث أشد. أشد إن أكره البخيل وبخلي للشحيح الفقير الأشد. لماذا قال رب العالمين قد كره البخيل كره العبد تصاب بالشدة كره العبد الشحيح في عبدالنيس في نفسيتيس في المجتمع وكل تعيشهم وكره يختار العبد الإنسان ذا الفقير يا مذهب الشحيح أعاذنا الله وإياكم من هذه الآفات. إذا هذا الشح هذا البخل اللي يعطينا النبي عليه السلام ذلك بين الأمم السابقة أمس من غان بياسا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الإنسان يراقب ربي عز وجل أنسع التوسط في الأمور كي ربي سبحانه عز وجل الرزق وتسير ضرر الشحيح بالبخيل وتسير ضرر ذا المبذر ذا المسرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان ربي عز وجل أمرنا بأن نعيش معتدلين في جميع الأمور في أمور الدنيا في أمور المعيشة في أمور العبادة. ما أحلى الوسطية والاعتدال إذ جعلنا الله عز وجل أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ربي عز وجل يبغي أن توسط الأمور ويصير الغلو أخذ التنطع ويصير الإفراط أخذ التفريط. أن يعيش الإنسان معتدل ويستسهل الإنسان الأمور ينس ألا ما يضيع الحقوق الربية الحقوق العباد وتصرف الإنسان الشدة ألا ما يهدف نفسيس يبير الأمة الهلاك. العبد الإسلام أن يعيش وشوف أن يعيش بالوسطية لمن النبي عليه السلام في الدين في الأمور العبادة إن الهلك المتنطعون. لمن النبي صلى الله عليه وسلم السنة العبد الإسلام إلى قد يعيش بالوسط في ميدان المعيشة ويتسلم الإنسان الشحيح ويتسلم الإنسان البخيل فنسبرز أفكيمانيس يفكي ربي النعمة. النبي عليه السلام قال إن الله يحب أن يرى نعمه على عبده. كيف ربي سبحانه عز وجل النعمة رب العالمين إفراد يولي النعمة اللي يفكى في ميدان الهيئة واللباس سيدنا السير الحاجة السديقان الحاجة يسام فلان الحاجة والسخارة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في باب المرافع يعدل أحد الصحابة يولد العبد يولد الثائر الشعر يولد الشعر يسكن يغليل يوسخ. يسأل النبي عليه السلام أما وجد هذا ما يسكن به شعره إما يسكن العفاكير وديوفانا كامل الحاجة سنة يمشط سنة يسكن سنة يسيس ديمانيس ألفين أنير فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال. كذلك في ميدان الصرف وفي ميدان الحاجات الخاصة تاع الإنسان ربي فيه المال الذي لقد تنفقر من غير إسراف وتبذير. تنفقر في أهلينك سيدنا رسول الله إن الدينار رزق في سبيل الله أخذ الدينار رزق نفقر في عداتي كفروي آخر يسعى الأجر
يسعى بالأجر رب العالمين وتصرف الإنسان يشد ربي يفكر يسيد المال يفكر يسيد الخير إنسان يدير الشحيح وليعوذ بالله. هذا الفقر أيها الإخوة، هذا الشح ننتعد بين الأمم يعدان أم يتمنى غير ويجي السالم. هذا الشح ننتعد بين الأمم يعدان أم يزلزل الأعراض والنسال. هذا الشح ننتعد بين الأمم الأجيال الأمم السابقة أم يستحمل المحارم أم يسفك الدماء. لذا كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشوف يقال لو كان الفقر رجلا لقتلته. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يمير تبين أبو إلى قلم الشح هي الأمة هذه الأغنياء إلى قد نفقان في الأهالي الإنسان العيون الجيران الإنسان الرفض الشدة في الأمة إنسان إلى الدكان يدير الفقر الشحالية ذاك يسعى الروح يتبيني إلى ذكيني راس نغار. خاطر الشحالية أن يتساوي أيها الإخوة الكرام يتساوي العبادة النغار. علاش الإنسان يسرق؟ باسكو ما عندوش حتى في المداولات تاع في المحاكم السادة المحامين والمحامون كيجيبوا واحد باش يحكموه كي تحضر في جلسة تاع الدفاع واش يقول له؟ السيد الرئيس هذا الإنسان ما عندوش، لو كان عنده ما يسرقش. هذه هي الحجج اللي يدافعوا عليها. إن هذا الإنسان كي توصل عنده المال تاعك عن طريق الزكاة عن طريق الصدقة البذل نتاعك العطاء نتاعك راح تخلصوا من الآفات الاجتماعية تاع السرقة إلى غير ذلك من الأمور. المرأة أيها الإخوة الكرام إذا كان الناس كفوها بالصدقة والمال نتاعها واش يصرى؟ تستعف عن ماذا؟ عن بيع عرضها وعن بيع شرفها. وهنا أيها الإخوة الكرام نقف ذات يوم رأينا صورة داعية من أهل العلم، صورة عيسى الداعي هذه ذكرها. هذا الداعي وين راح؟ داعي إلى الله عز وجل راح واحد حي في غير الأمور اللي حرمها ربي سبحانه عز وجل. بدا يدعي هؤلاء الناس الخارجين طريق إلى يدعوا في النبوة السابرين. أشوف يتجاوبان واش جاوبوا؟ واش كان الجواب تاع هؤلاء الناس؟ قالوا له وراكم يا يسحب المال، يسحب تاع المشرق، يسحب يفتح عليهم ربي بالدولار والبترو وراكم باش تنقذونا من هذه الآفات اللي رانا نعيشوا فيها، من هذا الحرام اللي رانا نديروه. هذا هو ابن الشح أيها الإخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلمة الصادق المصدوق. الشح هذا الفقر هذا وين يدي الإنسان؟ يديه إلى التهلكة ويعوذ بالله. إن ربي راغب أن حرب الشح أن يسير بها صرف الأموال بحيث ونتشمل في باب التبذير ونتشمل أيها الإخوة الكرام في باب ماذا؟ في باب الإسراف. وهنا أزيد كلمة جش بها الصدر. إذا كان المجتمع تاعنا أيها الإخوة الكرام مجتمع فقير، مجتمع ما عندناش واش ناكلو، إذا كان المجتمع تاعنا يطلب باش يداوي في الطريق ويساعدوه الناس، بالتالي يوجعنا قلوبنا كي نشوفوا الملايير تصرف على المغنيين والمغنيات في حفلات الرقص وفي حفلات الوجود. هذا هو السبب وين وصلنا. نعم شح مطاع شح يطاع زد وهوى المتبع. الآفة الثانية هو الهوى، اتباع الهوى. احنا عندنا واحد الفكرة برك نقولها. الإنسان
عندنا الهواء يكثر، التبرج، السفور، الغناء، المال، الربا، هذه سواء الإنسان يشد روحه يعرف هذا هو الحرام يبعد عليه، الله يبعد. يضر الإنسان روحه يتجرح، يضر وبصح يعصر يدخل في واحد السفينة اللي تجري فوق الماء ما شاء الله، طيب ما عنديش دار صح ما عنديش نزيد اروح نشري دار وسط الحلال، راني ميت عيان نروح الترفيه، بصح نروح الترفيه بلاصه مليحه، عندي اصحاب نمشي مع اصحاب الناس بلا، عندي مجموعه تهضر الحق المعروف نمشي معاها، مجموعه تساوي على باطل بعد عليها، الانسان يحرص شويه روحه وصحيح الايمان تاعو ولادو يكون ما شاء الله في الطريق. اذا كان الانسان حاب ينغمس في الهوى في المحرمات يلقى روحه يشيب يديه الاخبار فهو يروح لجهنم ويعوذ بالله. اختم بهذا الامر الاخير ايها الاخوه، اعجاب المرء بنفسه. كاين حنا عندنا الراي تاعنا اختار الشيطان يزينو نسعى الراي هي المساله اسمها يسير المؤمن اكيد هي ربي فلان الراي يتفكروا ينهار السلاح قيم دار الصواب وسيدي لا الشرايك يملم الشرايك السنم الفاميليين غير الفاميليين ذاش الكتشينيا ذاش السواب واش المرتبه عندك واش من النصب نهار يروح نقدر اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكبير يشفع على الصغير والصغير ما يحترمش الكبير خلاص الانسان خلاص ميت. الانسان يموت الايمان ينس تموت الصله ينس بخلاص السيدي ربي عز وجل. اذا باش الانسان ان يحارب العجب والانانيه والرياء لازم دائما يفقه. واش يفقه واحد الحاجه معنى التواضع. معنى التواضع واش هو التواضع؟ ان تعرف وانت تخرج من بيتك ان لغيرك حق. هذا هو كي تخرج من باب دارك تجي برا الى تعلم اللي كامل الناس عندهم عليك حقوق ماشي واجبات، عندك عليك حقوق. هذا الشيخ كبير تحترمه، هذا الصغير تشفق عليه، هذه المرأة تحترمها، هذا قانون المرور، هذه حديقة، هذا إنسان، هذا وطن، هذه أمة. من بعد كي تدخل الدار تعرف هذه زوجتك، هذا وليدك، هذا بر الوالدين الأم نتاعك، باش تولي النفس تاعك هذه تجمعها أكثر. سيدنا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه جاءه الوفود، أمير المؤمنين سيدنا عمر مستمدين الوفود ومن بعد تخدم شوية تاع المرور أعجب بنفسه. واش دار؟ راح جاب القلة تاع الماء في الصيف البلد كيما نقولوا السبالة تاع الماء دارها الحبيلة هكذا فوق ظهره ومن بعد راح في وسط المدينة يرفد الماء يمشي بلا عقل وهي ثقيلة. سيدنا عمر تعرف شوية نفسيتيس يمشي يسال الوفود يبان في الأمير يبان ما شاء الله اشنو يخدم يروح يكون تسبت وماء واسون فذوب يرفد سيدنا فعلوا يسال الظهر ينس الشريف الحزة الغاشية مذلولة كثير. لنا الصحابة يا أمير المؤمنين شوف يغال أو لنا في المنادير ينس ألاء ينس شميش نروح الغروب تاع الجبر كيما اليوم ينس الغروب كنا خالصة صوا منادير صقر حاكير سلعة فاكير ينس باش تبيت نفسيتي مذلولة أمام الناس. فبين القصيد أيها الإخوة النفس صعيبة الإنسان لازم هذه الطاعات باش تستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.